هاي عاملين ايه؟ عارفة انكم اتعودتوا تشوفوني قاعدة قدام الكاميرا، بس بما ان رحلتنا الجديدة هتكون جوه قلوبنا وبيوتنا فقررت ندردش فيها سوا وانا في المطبخ. وده لان حياتنا اليومية اللي بنعيشها بكل تفاصيلها هي اللي خلتني افكر ليه البيوت ساعات بتبقى مصدر ضغط بدل ما تكون مصدر راحة. رحلتنا اسمها البيت البسيط. يمكن لما بنسمع كلمة بيت بسيط أول حاجة تيجي في بالنا هي صور البيوت الفاضية تماما اللي فيها يدوب كنبة أو ترابيزة بس، أو فكرة المينيماليزم الصارمة اللي ممكن نحس إنها بعيدة عن مجتمعاتنا العربية شوية أو حتى عن واقعنا وحياتنا كمان كأمهات، وكتير مننا بيشتغل وعندنا التزامات كتير. وده كان إحساسي زمان الحقيقة، ولأني بحب أسمع محتوى أجنبي كتير كنت طول الوقت بشوف فيديوهاتهم وصورهم وبتعجبني جدا، بس كنت بقول لنفسي ده مش عامل ليا، أنا عندي أطفال وعندي شغل وعندي حياة مليانة تفاصيل. لكن مع الوقت اكتشفت إن البيت البسيط مش معناه بالضرورة خالص البيت الفاضي أو شبه المتحف. البيت البسيط هو البيت اللي بنحس فيه بالراحة والهدوء والسكينة، مش بالضغط والتوتر والكراكيب اللي بتخنقنا. وهو البيت اللي فيه كفاية من الحاجات اللي بنحبها وبنستخدمها فعلا، وكفاية من المساحة علشان نقدر نتنفس ونعيش بحرية، وكفاية من الوقت والطاقة علشان نستمتع بحياتنا بدل ما نقضيها كلها في التنظيف والتنظيم أو حتى ندور على حاجاتنا اللي طول الوقت ضايعة. في السلسلة دي مش هنتكلم عن قواعد صارمة لازم نمشي عليها كلنا زي بعض، لا خالص. السلسلة دي ممكن نقول إنها سلسلة استكشافية، إزاي كل واحدة فينا تقدر تخلق نسختها الخاصة من البيت البسيط، النسخة اللي تناسب ظروفها هي وشخصيتها واحتياجات أسرتها، النسخة اللي تخلي بيتها مكان بيدعم فعلا سعادتها وراحتها وإنجازها في الحياة ككل. هنتعلم إزاي نبص لاحتياجاتنا بشكل مختلف، إزاي نقدر ناخد قرارات واعية بخصوص اللي بندخله بيتنا وكمان اللي بنتخلى عنه، وكمان هنتعلم إزاي نبسط روتين حياتنا اليومي علشان نوفر وقت ومجهود لحاجات أهم، وهنتعلم إزاي نخلق مساحات هادية وجميلة في بيوتنا حتى لو كانت المساحات دي صغيرة جدا. وده كده نبذة صغيرة على اللي هنشوفه مع بعض في السلسلة دي. طيب ليه أنا عملت السلسلة دي؟ وليه البساطة مهمة أصلا؟ تعالوا نفكر كده مع بعض. كم مرة حسيتوا إنكم تايهين وسط الكراكيب في البيت؟ وكم مرة قضيتوا وقت طويل بتدوروا على حاجة مهمة؟ وكم مرة حسيتوا بالضغط والتوتر لمجرد إن البيت مش مترتب؟ طيب كم مرة اشتريتوا حاجات وفي الآخر اكتشفتوا إنكم مش محتاجينها أو ما عندكمش مكان ليها أصلا؟ الفوضى اللي حوالينا سواء كانت مادية أو حتى رقمية أو حتى ذهنية بتستنزف طاقتنا ووقتنا وكمان تركيزنا. وكنت قريت جملة حلوة جدا لمؤلفة اسمها ماري كوندو بتقول الفوضى مش بس في المكان، الفوضى بتسرق سلامنا الداخلي. الفوضى بتخلينا نحس إننا طول الوقت بنجري ومش ملاحقين، تسرق مننا لحظاتنا الحلوة اللي كان ممكن نقضيها مع أولادنا أو حتى مع أزواجنا أو حتى مع نفسنا. البساطة الواعية اللي هنتكلم عنها هي روشتة علشان نعالج جزء كبير من كل المشاكل دي، وهي كمان طريقة نستعيد بيها السيطرة على بيوتنا وعلى حياتنا ككل، وهي دعوة بسيطة علشان نركز على الجودة بدل الكمية وعلى خبراتنا بدل ممتلكاتنا. لازم تبقوا عارفين إن فوائد البيت البسيط مش بس شكلية أو حتى تنظيمية، الفوائد أعمق من كده بكتير. أولا راحة نفسية وهدوء، لما المكان اللي عايشين فيه بيكون أبسط وأهدى ده بينعكس على حالتنا النفسية، بنحس بتوتر وقلق أقل بكتير، بنقدر نفكر بوضوح أكتر. وزي ما بيقول جريش ماكيون في كتابه اسمه اسينشياليزم على ما أتذكر، علشان نعيش حياة ليها معنى لازم نقول لا لحاجات كتير ونركز على القليل المهم. ثانيا توفير الوقت والمجهود، تخيلوا معايا كمية الوقت اللي بنوفرها لما مش بنقعد ندور على حاجاتنا الضيعة، أو لما التنظيف بياخد مننا دقايق بدل ساعات، أو لما مش بنحتاج ننظم ونعيد تنظيم نفس الأماكن كل شوية. الوقت ده ممكن نستثمره في حاجات بنحبها أو حتى في راحتنا. ثالثا توفير الفلوس، لما بنبدأ نستهلك بوعي ونشتري بس اللي محتاجينه فعلا بنكتشف إننا بنوفر فلوس كتير جدا كانت بتروح على حاجات ما هياش أساسية أو حتى مجرد تكرار لحاجات عندنا بالفعل، أو حتى عندنا حاجات تانية بتؤدي نفس الوظيفة. الفلوس اللي بنوفرها دي ممكن نوجهها لأهداف أهم أو حتى تجارب تساعدنا أكتر زي السفر أو حتى نشتري أجهزة تساعدنا في شغل البيت مثلا، وهكذا. رابعا عن زيادة التركيز والإبداع، علميا العقل بيبقى أصفى في بيئة منظمة وبسيطة، بنقدر نركز أكتر في شغلنا أو حتى في أي مهمة بنعملها. حتى إبداعنا بيلاقي مساحة أكبر لما بنتخلص من كل المشتتات اللي حوالينا، سواء المشتتات دي بصرية أو حتى ذهنية. خامسا قدوة لأولادنا،
لما بنعلم ولادنا قيمة البساطة وإن السعادة مش في كتر الحاجات، إحنا بنزرع فيهم قيم مهمة للمستقبل، بنعلمهم يكونوا مسؤولين ومقدرين للي عندهم كمان. طيب إزاي هنوصل للبيت البسيط ده؟ هل معناه إننا لازم نرمي كل حاجة ونعيش في كهف مثلا؟ أكيد طبعا لا. زي ما اتفقنا كل واحدة فينا ليها نسختها الخاصة من البساطة، مفيش صح ومفيش غلط مطلق. اللي يعتبر بسيط ومريح لواحدة ممكن يكون قليل قوي أو حتى كتير قوي لواحدة تانية. الرحلة دي مش سباق ومش منافسة، هي رحلة شخصية جدا، رحلة استكشاف وتجربة هنمشي فيها خطوة بخطوة، وهنلاقي مع بعض حلول عملية وواقعية تناسب حياتنا كلنا. في كاتب اسمه ليو، المدونة بتاعته اسمها زين هابتس، جملة بسيطة قوي بحبها تقول: البساطة مش واجهة، البساطة اسلوب حياة. في الحلقات الجاية من سلسلة البيت البسيط هناخد روشتات عملية ومحددة لكل جانب من جوانب بيتنا وحياتنا. كل حلقة هتكون خطوة جديدة في رحلتنا نحو بيت أبسط وحياة أهدى وأسعد بإذن ربنا. لو متحمسين تبدأوا معايا الرحلة دي شاركوني حماسكم في الكومنتات، لأن ده في حد ذاته بيديني دفعة إني أكمل في القناة ككل. أنا شخصيا متحمسة جدا إني أشارككم كل اللي اتعلمته وكل اللي لسه بتعلمه في رحلتي الخاصة نحو البساطة. متحمسة أكتر إني أسمع منكم وعن تجاربكم وأفكاركم وإزاي بتطبقوا البساطة كمان في حياتكم. وعلشان نبدأ الرحلة دي بداية عملية، عايزة أقترح عليكم خطوة بسيطة نعملها كلنا الأسبوع ده. الخطوة هي تحدي الدرج الواحد. اختاروا درج واحد بس في البيت حاسين انه مليان كراكيب او حاجات مش بتستخدموها، ممكن درج في المطبخ او في التسريحه او في المكتب وهكذا. خصصوا له بس من 15 ل 20 دقيقه خلال الاسبوع ده. هنفضي الدرج تماما، هنمسحه وبعدين ترجعوا فيه بس الحاجات اللي فعلا بتستخدموها ومحتاجينها وتخص المكان ده. اي حاجه تانية ملهاش لازمه او مكانها مش هنا او حتى بايظه هنتخلص منها بالطريقه المناسبه. درج واحد بس خطوه بسيطه، لكن صدقوني بتعمل فرق كبير جدا في الاحساس بالانجاز وبدايه التغيير. وزي ما بيقول جيم رون: النجاح هو مجموعه خطوات صغيره ومتكرره كل يوم. صوروا لنا الدرج قبل وبعد. لو حابين تشاركونا على جروب الفيسبوك بتاعنا هحط اللينك في اول كومنت مثبت تحت الفيديو، او حتى اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو ده عن تجربتكم مع تحدي الدرج الواحد، وايه اكتر حاجه فاجأتكم لقيتوها في الدرج ده. اتمنى تكون مقدمه السلسله دي عجبتكم وحمستكم تكملوا معايا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم حلقات سلسله البيت البسيط اول باول. اشوفكم الحلقه اللي جايه، باي باي.